السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله طاجن مكرونة بالسجق، بس رهيب بجد. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه وباذن الله يعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. عندي هنا بصل متقطع مكعبات صغيرة، فلفل الوان وفلفل اخضر، عندي مكرونة مسلوقة، وعندي طبعا كيلو من السجق. عندي بهارات توم باودر وبصل باودر وبابريكا، وفلفل اسمر وملح، وعندي معلقه صويا صوص، وعندي صلصه للمكرونه. هناخد المكونات دي لوحدها، والمكرونه والصلصه والبصل لوحدهم. يلا بينا بقى كده نروح على البوتاجاز ونبدأ ان شاء الله ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، على النار طاسة فيها شوية زيت، وأول ما يسخن الزيت هبتدي أنزل بالسجق بتاعي. طبعا الطاسة ديت مش كبيرة قوي فمش هتاخد الكيلو، فهبتدي ان انا اشوح كمية كده، واول ما تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده وتغير هبتدي اقلبها على الجنب التاني. طبعا اهم حاجة لازم السجق ياخد وقته في السوا. انا حطيت معلقة زيت واحدة علشان خاطر السجق بيبقى فيه دهون برضو، زي ما انتوا شايفين بدأ يسرد الدهن اللي فيه وينزل ميته. هبتدي اقلبه كويس. هو بدأ ينزل ميته زي ما انتوا شايفين كده، فهدي عليه النار لحد ما يدخل في السوا. كده خلاص السجق بتاعي كده دخل في السوا خلاص. طبعا انا ما ضفتلوش اي بهارات او اي حاجه، اللون ده من التوابل اللي بتبقى فيه. هحاول اقسمها معاكم كده. طبعا الاسباتيولا ديت سيليكون، فمش هت آه، مش هتنفع معايا. هجيب معلقه خشب وابتدي اختبره كده في السوا، لو اتقطم منك يبقى خلاص استوى. خلاص بيقطم معايا اهوت. هبتدي بقى اقطع السجق كله وارجع لكم تاني. طبعا دي افضل من انك انتي تشوحيه ومتقطع، هيبقى معاكي مفرول واللحمه بتاعته المفرومه تطلع براه مش هيبقى حلو. لكن لما يستوي وتبتدي تقطعيه كده دي افضل بصراحه وبيحافظ على شكله. هخلص الكميه كلها واقطعها وارجع لكم تاني. كده خلاص انا قطعت السجق زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، ولا اتفتل ولا اتقطع منك ولا اللحمه خرجت منه، لانه استوى وحافظ على اللحمه اللي جواه. ما شاء الله جميل جدا، وبيقطم معاكي بسهوله علشان خد وقته في السوا. بعد كده عندي بصل بقى مفروم، هبتدي انزل بيه على السجق واقلب كويس لحد ما البصل يدبل معايا. البصل الابيض مع السجق بيبقى مدي طعم كده مكرمل جميل قوي، بيبقى فيه سكريات عاليه، بيبقى جميل جدا معاه. خلاص البصل بدأ اهوت يدبل معايا. عندي بقى فلفل، فلفل احمر وفلفل اصفر، فلفل الوان يعني، وفلفل اخضر. لو حباه يكون سبايسي حطي فيه ايه، يعني قرن شطه كده، او معلقه صغيره من الشطه المطحونه. هبتدي اقلب بقى كل المكونات مع بعض لحد ما الخضار بتاعي يدبل شويه. كده خلاص الخضار خد وده مع السجق زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. لحد كده انت ممكن تكتفي قوي ان ده يبقى السجق بتاعك كده اكله لوحده، بالعيش مع شويه سلطه او مع شويه مكرونه زي ما تحبي. هنزل بقى بالبهارات وابتدي اقلب كويس جدا. ما شاء الله ريحته جميله قوي قوي بجد. والفلفل الالوان مع يعني مع الفلفل الاخضر والبصل، مدين لها شكل جميل جدا وريحتها تحفه. طبعا انت بتضيفي الفلفل الالوان قيمه وشكل وكل حاجه، يعني طبعا العين بتاكل قبل البق، فلما يكون الحاجه شكلها جميل بتفتح نفسك على الاكل. كده خلاص استوى معايا. نبتدي نعمل بقى الصلصه للمكرونه. في نفس الطاسه هنزل بقى ببصله صغيره كده متقطعه، وابتدي اعمل الصلصه بتاعه المكرونه. طبعا مكرونه مسلوقه،
فانا يا دوب هعمل لها الصلصه بس كده. البصله دبلت اهي. عندي بقى صلصه مركزه. عندك عصير طماطم ماشي، اي حاجه يعني ماشي حالك. هبتدي اسيبها بقى مع بعضها كده لحد ما تتقل وتتسبك شويه. كده خلاص الصلصه بتاعتي تقلت زي ما انتوا شايفين، وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هبتدي انزل بقى بالمكرونه. طاجن سهل جدا وسريع ومش هياخد منك وقت خالص. اولا السجق ما بياخدش وقت على النار، المكرونه بتاعتك مسلوقه، يا دوب هتشوحي الخضار مع السجق وتركبي الطاجن بتاعك وشويه جبنه على الوش، وتبقى ما شاء الله كده ايه الاكله بتاعتك خلصت. كده انا قلبت المكرونه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى عندي طاجن فخار او صينيه او بايركس، اي حاجه عندك عايزه تدخليها الفرن. تمام شغاله يعني. عندك صينيه الومنيوم تيفال اللي يريحك. عندي هنا المكرونه، وعندي هنا جبنه شيلل من السوريين بتبقى جميله جدا، وعندي جبنه موتزاريلا، عندك شيدر، عندك رومي حطيه، وعندي هنا السجق بتاعي. وده الطاجن اللي انا هشتغل فيه. انا عندي طواجن صغيره هعمل فيها برضو، بس انا ده الطاجن الكبير. هبتدي انزل بقى بكميه من المكرونه. تمام كده. بعد كده هنزل بقى بالسجق. وطبعا الكميه اللي انت بقى حابه تحطيها في الطاجن زي ما تحبي. بس ما شاء الله يعني كيلو سجق هيعمل معاكي كذا طاجن، يكفي أكلة غدا أو عشاء لأسرة يعني. شايفين السجق شكله عامل ازاي؟ جميل جدا وريحته تحفة بجد. وطبعا أهم من كل ده إن يكون السجق من حد مضمون، لأنها بتفرق جدا يعني. السجق لما بيبقى من جزار مضمون وحاجة نظيفة آه، بتفرق جدا في الطعم. هقلب بقى كل المكونات مع بعضها كده. وكده الطاجن بتاعي برضو ممكن ان انا اكله كده يعني. كل الخطوات ديت اختيارية بقى. لكن انا هزود له الجبنة وهدخله الفرن. هبتدي بقى اشغل الفرن بتاعي دلوقتي. اشغل الشواية. انا مش عايزة الفرن في حاجة لان كل المكونات عندي مستوية. انا عايزة الشواية علشان خاطر الجبنة تسيح مش اكتر. هحط بقى كمية جبنة حلوة كده. يعني انا بصراحة بحب بحب اي حاجة فيها جبنة. اي طاجن احط عليه جبنة بالنسبة لي بيبقى مفضل يعني. هوزع بقى كمية الجبنة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الطاجن بتاعي جاهز. هدخله الفرن بقى ياخد وش كده ونرجع نشوفه مع بعض. كده الطاجن بتاعي خلاص خرج اهو، خد اللون اللي احنا عايزينه والجبنة ساحت. ما شاء الله جميل جدا، ريحته تحفة. وطبعا ينفع جدا بقى في وقت الشتاء بقى، يعني الحاجات دي بتبقى بتدفي كده وجميلة. شايفين الجبنة بتسيح ازاي مع المكرونة بقى والسجق. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه وباذن الله يعجبكم. واعملوا بقى الحاجات دي في الشتاء كده ودفوا بولادكم. وان عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.